وقعت أسيرة بيد العدو عندما كنت أقوم بفعاليات الجبهة عام 95 في مدينة أضنا. الوضع المعيشي للعائلة متوسط الحال، البنية الاجتماعية للعائلة متأثرة بالتقاليد الإقطاعية، ومن جهة أخرى متأثرة بالتقاليد والمفاهيم البرجوازية الصغيرة الكمالية. لقد ترعرعت في أجواء حرة إلى حد ما. أقرباؤنا ومحيطنا الاجتماعي وأهالي قريتنا ليسوا بوطنيين، ولكن هناك ميل وطني لدى شبابنا. إخوتي وأخواتي يؤيدون النضال. عائلة زوجي أغنياء من الناحية الاقتصادية، وهي عائلة ذات بنية إقطاعية، ولكنها ليست وطنية. لقد تطور اهتمامي بالفكر اليساري والقضية الكردية عندما كنت أدرس في الثانوية. أجياني ومروان جلك حزكم أصدقائي بالشبكة بينهم. زينب قناجر ببيت برياربون أدل صوزي أفر بسيا حزيران صالة 1996 لنابلنا درسمي شبكة جنبوري بيتينه. زیلان به وی چالاکی رح ذهنیت و دخوازه جینا کو دیل بگیره و کوله بکه هدوشینه. به وی چالاکی ره جینا کرد ره میراثی که آزاده و رومت دهیله. او وکه دخواست به آفرینه و جیانه کنو و گاب بر برزگاری و سرکتینه ودجه.